سيبابس ايس كريم فواكه من سيبس. ده المنتج الجديد اللي سيبس منزلاه. هو عبارة عن ايس كريم على شكل فواكه. هنشوفها مع بعض دلوقتي ونقيمها سوا. هي بتيجي في جار كده زي كان، وفي بقى ايه كذا طعم جوه. تعالوا نشوفهم سوا. بصوا الفكرة لذيذة بصراحة. بصوا يا جماعة، اول طعم التشيز كيك، تشيز كيك باشون. بصوا شكلها عامل ازاي. فاكرين الجبنه اللي بتطلع مع توم وجيري؟ هي دي بالظبط، شكلها حلو قوي. تعالوا ندوقها سوا. بسم الله. حلوه قوي، مختلفه وحلوه. الطبقه اللي بره دي شوكولاته بيضه، اللي جوه هي طعم الايس كريم التشيز كيك. طعمها حلو قوي، بس فيها طعم جبنه ظاهر شويه عن العادي، بس هي طعمها بجد حلوه جدا. تاني طعم التوت. تعالوا ندوقها. بسم الله. اللي بيحب طعم التوت هتعجبه قوي، برضو لذيذه قوي بصراحه. تالت واحده هما اتفعصوا معايا شويه تقريبا تخزين يعني. ليمون. تعالوا ندوق الليمون. بسم الله. الليمون ساور قوي. الليمون طعمه ساور ليمون يعني، عارفين لما تمصوا ليمونه هي كده، بس برضو طعمه حلو قوي. اللي بيحب مزازه الليمون هيحبها قوي. بعد كده الموزه، ايس كريم الموز. بسم الله. حلوه برضو، بس الموز طعمه صناعي شويه، بس ستيل لذيذه جدا. طعمه عصير اللبن بالموز، حلو قوي. واخر حاجه دي بقى اللي انا مستغرباها ومتحمسه لها جدا. بصوا الذره، انتوا متخيلين ايس كريم ذره؟ تعالوا ندوقها. بسم الله. يا جماعه انا باكل بوب كورن، فشار، طعم فشار فظيع. حتى عايزه اقول لكم، مش عارفه هتشوفوها ولا لا، عارفين الحاجات اللي بتبقى في الفشار اللي لونها بني دي موجوده جوه اصلا، يعني انا حاسه بيها وانا باكلها. طعمها فشار جدا وحلو قوي. طعمها مميز جدا جدا جدا. بصوا في الحقيقه كل طعم مميز عن التاني، وكلهم بدون استثناء حلوين. عجبني ده قوي لانه مختلف، والتشيز كيك برضو حلو قوي، والليمون اللي بيحب المزازه هتعجبه قوي. دي احلى اطعم عجبتني. هما عاملين منه جار تاني مختلف عن ده في ايه، ان ما فيهوش التشيز كيك وفيه مانجا بس، لكن بقيه الاطعم ثابته. عامل 125 جنيه من سيبس. اختراع حلو ولذيذ صراحه، عجبني قوي. جربوه. يلا باي.